السلام عليكم، أنا دينا شعراوي ودي الشانل بتاعتي بوليمر كرافتس. النهاردة هنتعلم 3 أشكال على ملاعق. يلا بينا نشوف. هنبدأ بأول واحدة اللي في النص. هناخد اللون البني ونفرده. احنا مش عايزينها تكون سميكة قوي ومش عايزينها تكون رفيعة قوي، وهنعمل منها هناخد القطاعة الدايرة اكبر واحدة في ال3. المقاس ده انا اللي اخترته، انتوا ممكن تعملوها اكبر من كده، في ناس بتحب تعملها اكبر بس انا بحسها ارق طول ما هي اصغر. ده السمك اللي احنا عايزينه. وبعدين هناخد القطاعة ونعمل 4 دوائر. وهنعمل نفس الكلام في اللون الابيض اللي هو المفروض حشوة الكيك، وهنعمل منه 3 دوائر. وهنبدأ بعد كده ناخدهم واحدة واحدة ونحطهم فوق بعض، ونحاسب جدا ان احنا عايزين نحطهم فوق بعض بالظبط، ما يبقاش في حاجة مش مظبوطة على حاجة، لازم يبقى كله بالظبط فوق بعض. هنجيب الكتر وبعدين نقطع من تحت على قد مقاس المعلقة بتاعتنا. هي دي المعلقة اللي هستعملها، عادة بيستعملوا أرفع من كده بس دي أرفع حاجة أنا لقيتها، بس هتنفع برضو، بس كل ما كانت المعلقة أرفع كل ما كان أحلى. ونظبطها ونثبتها كويس جدا، احنا عايزين ندخلها كويس قوي. بعدين هنستعمل النيدل تول عشان ندي تأثير الكيك، فهنعمل ده على اللون البني بس مش على اللون الأبيض، لأن الأبيض المفروض ان هو حشوة الكيك. كده دي بعد ما خلصتها كلها هنبدأ بقى نعمل صوص الشوكولات اللي هنحطه عليها من فوق. دي برضو اختياري، انتوا ممكن تعملوا صوص ابيض او صوص احمر اللي هو هيبقى زي كأنه صوص فراولة على الكيك، يعني اي حاجة تحبوها. انا فضلت انه يكون شوكولات. مهم قوي ان احنا نخلي الصوص تقيل، علشان لو خفيف مش هيبان بعد السوا، هيطلع شفاف مش هيبقى باين قوي، فلازم ان احنا نتقل الصوص بتاعنا شوية. حتى هوريكم واحنا بنحطه مش سهل قوي، واحنا بنحط مش زي الصوص العادي. هنحط المعلقة نفسها على الشكل نفسه على الصلصال السائل اللي احنا عملناه، وبعد كده هناخد بقى بالبول تول ونعمل نكمل يعني بقية الديكور بتاعها. ده كده كأن الشوكولات صوص واقع من الجناب.
لو كان الصوص اخف من كده كان هيقعد يقع منكو في كل حتة، فهو لازم يبقى تقيل عشان يمسك نفسه. هنا بقى نحط الشكل اللي احنا عايزينه فوق. انا عندي ممكن احط كنت راسبري او فراو او يعني راسبري جاهزة، يعني بتتباع الحاجات دي جاهزة. وفي الوردات دي انا حسيت شكل الوردة هنا هيكون احلى، لونها مدي كونتراست حلو مع لون الكيك نفسها. انا هسويها وهي واقفة. انا حطيت ورقة فويل ونعكشتها كده جامد، وبعدين حطيت المعلقة فيها بحيث انها متحركش يمين وشمال، وهدخلها الفرن على حسب درجة الحرارة بتاعة الصلصال اللي انتوا بتستخدموه. انا في الحالة دي مستخدمة بروتو ف 130 لمدة نص ساعة لكل ربع انش سمك. انا دخلتها لمدة ساعة. دلوقتي هنعمل الشكل التاني ده كده. هنعمل شكل الكب كيك. انا ما عنديش المولد اللي هو بيدي شكل الكب كيك نفسها، فانا هعمله. اول حاجة هنعمل شكل اسطوانة بس رفيعة من تحت وسميكة من فوق، وهندخل فيها المعلقة زي ما انتوا شايفين. وهنبدأ بقى هنجيب خلة الأسنان ونبدأ نعمل التأثير بتاع الكب كيك. بعد ما خلصنا نسندها، احنا مش عايزينها تقع عشان ما نبوظش الشكل. دلوقتي انا هعمل الجزء اللي فوق بتاع الكب كيك. هاخد لون بيج وهعمله اسطوانة طويلة وهلفه حوالين الحروف بتاعة الكب كيك. ندي بقى بفرشة الأسنان النظيفة نفضل نعمل بيها عليه علشان خاطر تدينا تأثير الكيك. نرجع نحطها تاني مكانها. طبعا لازم نستعمل ليكويد كلي علشان خاطر نتأكد ان الأشكال لازقة في بعضها وما تفكش من المعلقة بعد كده. طبعا ما نكترش فيه عشان الحاجة تثبت كويس ما تفضلش تقع مننا وتتزحلق. هنلون بقى الجزء اللي فوق في الكب كيك ده علشان خاطر برضو ندي تأثير ان هي مستوية خارجة من الفرن وواخدة لون. فهناخد لون بني واصفر واحمر.
دلوقتي هنستعمل الاكسترودر. يا اما الشكل ده يا اما الشكل ده. هو انا بستعمل الشكل الصغير فيهم عشان خاطر دي كب كيك على معلقه، فهي اصلا حجمها صغير. دي انا عشان اعمل بيها حته الكريم شانتيه اللي بتتعمل في الكب كيك من فوق. انا اخترت لون بينك، ممكن تتعمل طبعا بلون ابيض، بس يعني الالوان بتدي برضو بهجه كده، بيبقى شكلها حلو. هنخرج كل اللون. بعد ما نخرجه نبدأ نمد فيه بإيدينا زي ما انتوا شايفين انا بمد فيه وبلف، نمد ونلف عشان احنا عايزينه يبقى صغير ورفيع، قصدي طويل بس رفيع بس. ونلف فيه، نقعد نلف فيه عشان ياخد شكل الكريم شانتيه. وبرضو ما ننساش صلصال السائل عشان خاطر الحاجات كلها تلزق في بعضها مظبوط. بس نخلي الحتة اللي فوق واقفة شوية. انتوا ممكن تسيبوها كده كده، شكلها سيمبل وحلوة، بس انا حبيت ازود لها شوية تفاصيل. زي ما بقعد اقول لكم دايما، كل ما نزود تفاصيل اكتر كل ما تبقى احلى. انا هستعمل القالب ده، الوردة الصغيرة خالص خالص. كنت عملها من قبل كده ومسويها، ببقى دايما عاملاهم جاهزين عندي. وبعد كده هحطها على الكب كيك. بس لازم طبعا برضو نستخدم صلصال سائل عشان نلزقهم ونبقى ضامنين ان هم ما يقعوش. كمان الكب كيك هستعمل لها صوص شوكولات. هوريكم بقى انا بسويهم ازاي جوه الفرن عشان لو حد عايز يعرف، لان كذا حد سألني في موضوع التسوية ده. للشكل ده بالذات، المعالق قصدي، عشان انا بحطها في برطمان صغير كده. انا بحط الفويل حواليها كله، بلفه حواليها خالص وبعدين اقفله من فوق. شايفين انا كده لفيته حواليها وبقفله من فوق، وابقى بالراحة خالص عشان خاطر الفويل ده ما يجيش على الشكل نفسه بتاعنا ويبوظه. وبغطيه من فوق وبدخله الفرن. ده كده بقى تالت شكل هنعمله، اللي هو شكل البسكوتة او الوافل. ده كان اقرب يعني حاجة عندي تدي شكل البسكوت. انا هخلي البسكوتة بتاعتي على شكل وردة تجديد، يعني بدل ما كل حاجة هي دايرة وكده قلت يعني اجدد شوية. هنعمل منها 2، هتبقى وش وظهر عشان تتلزق على المعلقة وش وظهر. برضو هنديهم تأثير اللي هما لسه خارجين من الفرن.
بالالوان. الاول هنلزقهم على المعلقة، وهنستعمل برضو صلصال سائل، وبعد كده هنحط النص التاني، الناحية التانية قصدي، سوري. كده احنا لزقناها كويس. نبدأ بقى ناخد الالوان ونظبط بيها الشكل. نبدأ بقى دلوقتي ناخد اللون الأزرق ونعمل منه 3 كور صغيرة، عشان هنعمل بيها التوت الأزرق اللي هنحطه على البسكوت. طبعا هو ده مش حجمه الطبيعي، احنا بس بنعمله كده عشان خاطر يبقى لايق مع حجم البسكوتة، مناسب قصدي لحجم البسكوتة. هناخدها كل واحدة من دول نكورها كويس، ونجيب بقى البول تول بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده. هنعمل نفس الكلام ده في بقية الكور التانية. وهنعمل بقى دلوقتي صوص، انا هستعمل صوص فراولة المرة دي، يعني هخلي لونه احمر. هنا المرة دي مش هخليه تقيل قوي، يعني كده كده انا مش عايزاه يقع من الجناب، فمش فارق معايا. بس طبعا برضو كل ما تقلته كل ما بيبقى احلى. هنا انا حسيت الاطراف بتاعتها محتاجة تتلون زيادة، فلو انت حابة كمان. ناخد بقى الصوص بتاعنا بالفرشة او بالكاتر زي ما انتوا عايزين، ونبدأ نحطه واحدة واحدة علشان ما نتلخبطش ونبوظ الشكل. وهنحط التوت الازرق في النص. هنا بقى ممكن نحط كام ورقة شجر كمان. دول طبعا يعني مش عادة مش بنلاقي حاجة زي كده على البسكوتة، بس يعني تفاصيل الزيادة دايما بتدي شكل أحلى. بعد ما نخرج الأشكال بقى من الفرن وتبرد خالص، نبدأ نستخدم الملمع علشان خاطر نلمع مكان الصلصال السائل، لأنه هو أصلا مط مش بيلمع. وبس
كده احنا خلصنا التوتوريال بتاع النهاردة. لو عجبكم بليز اعملوا لايك وسبسكرايب، وما تنسوش كمان تفعلوا الجرس وتقولوا لاصحابكم على القناة عشان خاطر تكبر. لو عندكم اي حاجات عايزين تقولها لي قولها لي تحت في التعليقات. انا دايما بسيب لينكس بتاعه الفيسبوك والانستجرام بتاعتي في الديسكريبشن بوكس، بس لو انتوا مش بتشوفوه ممكن احطها لكم في اول كومنت. هحطها لكم المره دي كمان في اول كومنت. وبس كده احنا النهارده خلصنا. ميرسي، باي باي.